النهارده هنتكلم عن 5 حاجات بتخلّيك تتخن تاني أو تحسسك دايمًا إنك محتاج تبدأ من الأول. Check it. أول حاجة من الحاجات اللي بتوقّعك في الدايرة المفرغة بتاعة إنك تبدأ دايت وتوقّفه فتزيد في الوزن تاني، هي إنك بتدوّر على الحلول السريعة، زي إنك تدوّر على فيديوهات أو محتوى من النوع اللي هو إزاي تخس 10 كيلو في 10 أيام، أو تدوّر على دايت مثلًا من اللي هو إزاي أنزّل الكرش في أسبوعين أو حتى في شهر. ما فيش حاجة اسمها إنك تخس 10 كيلو دهون في 10 أيام وأنت لازم تكون فاهم ده مبدئيًا. أنت ممكن وزنك ينزل 10 كيلو في 10 أيام، ولكن ال10 كيلو دول مش هيكونوا كلّهم دهون. الموضوع يكاد يكون مستحيل بالأرقام إنك تنزل 10 كيلو دهون صافية في 10 أيام، ولو حصلت فهي حاجة مش صحية جدا. واحنا مشكلتنا الحقيقية هي الدهون مش الوزن ككل، لانك لما تنزل دهون هتلاقي كل النتائج الكويسة اللي انت كنت مستنيها من الاول، زي ان شكلك يكون احلى، سواء قصدي على شكل الجسم او شكل الوش. علشان بالمناسبة خسارة الدهون ليها تأثير على الاتراكتيفنس بتاعت شكل وشك. انت لو كان عندك سمنة مفرطة وخسيت كتير، شكل وشك هيتغير لدرجة تكاد تضاهي عمليات التجميل. والحاجة التانية من نتائج خسارة الدهون هي صحة أفضل، وده المفروض الهدف الأساسي بتاعك. بس مش ده اللي بيحصل لما أنت بتدور على حلول سريعة. أنت لما بتدور على حلول سريعة ما بتتعلمش إزاي تاكل، ما بتتعلمش إزاي تخس وأنت بتاكل اللي أنت بتحبه، وما بتتعلمش وده الأهم تعمل إيه بعد ما توصل لهدفك. يعني أنت لما تخلص دايت من الأنواع السريعة بتاعت 10 كيلو في 10 أيام، خلينا متفائلين ونقول إن أنت إلى حد ما وصلت لنتيجة قريبة في ال10 أيام دول من اللي أنت عايزه. هتعمل إيه ساعتها؟ لأنك غالبا بعد ال10 أيام دول هترجع لعادات الأكل بتاعتك السيئة اللي كانت موصلاك للوزن اللي ما كانش عاجبك، فتزيد اللي أنت خسيته تاني، أو الأسوأ إنك تزيد أكتر من كده كمان. تاني حاجة من الحاجات اللي بتخليك دايما تدور في الساقية أو محتاج تبدأ دايت بكرة أو الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي، هي المنع والحرمان. علشان أكيد أنا لما أمنع الرز والمكرونة والعيش والمخبوزات والسكريات والعصاير والبيبسي وكل متع الحياة ودوافع الاستمرار أكيد هخس. بس المشكلة يا صديقي، أنت هتقدر تمنع الحاجات دي كلها لحد إمتى؟ لأن المنع ممكن تحسه حل سهل، بس زيه زي أي حل سهل مش هيعلمك إزاي تاكل أو إزاي تخس عامة، أو تعمل إيه بعد ما توصل اللي أنت عايزه. ده غير إنه بيخليك تنعزل اجتماعيا وتبقى مش عارف تعمل إيه لو أنت في خروجه مثلا. فكمان في جانب نفسي أكيد للموضوع. بديهي جدا، انت دلوقتي خارج مع اصحابك وكل واحد بياكل اللي هو عايزه وانت مش عارف تعمل ايه. فلحد امتى بقى العزيمه والاراده هتسندك؟ لان انت اول ما تتخلى عنك العزيمه والاراده هترجع تاني لنفس الحاجات اللي انت منعتها من غير ما تتعلم ازاي تدخلها في الدايت بتاعك، وبالتالي هتبوظ كل التقدم اللي انت عملته. احنا في 2023 والاساليب دي عفى عليها الزمن خلاص. يعني انا لما حد يجي لي ويقول لي ان هو محتاج يخس بس بيحب الشوكليت والكوكيز، انا مش بمنعهم عنه، بالعكس انا بعلمه ازاي يخس وهو بياكل كوكيز. ولو انت كملت الفيديو معايا هيبان لمحه عن الموضوع ده بيتم ازاي وبيتخطط له ازاي. تالت حاجه معانا هي ورقه الدايت الجاهزه، ودي سلاح ذو حدين. يعني انت ممكن تكون عامل لنفسك او الكوتش بتاعك او الدكتور بتاعك عامل لك ورقه فيها الاكل اللي انت بتحبه متخطط له كويس جدا، جزء منه جانك فود وسناكس وجزء كبير منه اكل صحي من الاصناف اللي انت بتحبها، والاجمالي بتاع الورقه دي يساوي سعرات حراريه اقل من اللي انت بتحرقها بدرجه رحيمه شويه، وطبعا معمول حساب المجهود والاسترس اللي انت بتمر بيه في اليوم. ما تبقاش يعني السعرات قليله لدرجه تخليك مش قادر تكمل، وكمان يكون معمول حساب انك تكون بتاكل بروتين كويس وجرامات كافيه لوزنك. لو كل ده حصل في الورقه اللي معاك يبقى تمام جدا، بس مش هو ده اللي انا عاده بشوفه خالص. انا بشوف ورقه جاهزه لكل الناس وفيها كراش دايت سعراته الحراريه قليله جدا، بلس حرمان من اغلب الاكلات المتداوله، وده بيوقعنا في نفس المشكله. انت هتقدر تستمر على ده قد ايه؟ قد ايه هتقدر تستمر في دايت قاسي مش معمول علشانك مخصوص ومنعك تقريبا من كل حاجه، وكمان مش معمول حساب هل انت بتحب الاصناف الصحيه اللي مكتوبه في الورقه دي ولا لا. رابع حاجة هنا هي تمرينات حرق الدهون. انك تحاول تخس عن طريق التمرين فقط دي حاجة صعبة جدا وبرضه تكاد تكون مستحيلة، علشان اولا التمرينات البسيطة اللي موجودة على اليوتيوب لحرق الدهون مش هي دي التمرينات اللي ممكن تخليك تحرق كالوريز كفاية انك ما تعملش دايت. الفيديوهات دي فعلا كلام فارغ. اللي ممكن يخليك تخس من غير ما تعمل دايت هو انك تتمرن 3 او 4 او يمكن 5 ساعات في اليوم. ايوه الموضوع بالصعوبة دي فعلا. انت لو متعود انك تأنتخ وفجأة بقيت بتجري نص ساعة كل يوم هتخس شوية طبعا، ولكن لا يزال نفس السؤال اللي انا بسأله من اول الفيديو بيتطرح تاني اهو، هتقدر تعمل ده لمدة قد ايه؟ لان انت لما تبطل تجري نص ساعه كل يوم هترجع تاني. الافضل ان الكارديو ما تستخدموش كوسيله لحرق الدهون. سعراتك الحراريه من الاكل هي الوسيله الاولى اللي المفروض تستخدمها لحرق الدهون. تقدر تستخدم الكارديو كعامل مساعد لو حابب، او الافضل انك تستخدمه لفوائده الفظيعه لصحتك، زي انه بيحسن المود وبيزود مستويات الطاقه وبيزود المناعه وبيزود التركيز. اكيد الكارديو عاده كويسه قوي وفكره كويسه جدا انك تحطها في الجدول بتاعك. حرفيا اللياقه التنفسيه القلبيه اللي هي ليها علاقه بالكارديو لو عاليه عندك، ده بيقلل احتماليه الموت من اي سبب من 3 ل 5 مرات. فانا عايز اقول لك ان مفيش دواء او تدخل طبي وصل انه يقلل احتمالات الوفاه للدرجه دي. So do your cardio. خامس واخر حاجه معانا هي السعرات الحراريه. في ناس كتير بتقول طيب انا هبدا دايت بطريقه علميه وهحسب سعرات حراريه، ويبدا يحاول يخلي الدايت بتاعه كله عباره عن جانك فود.
وما يعدلش اي حاجه في نوعيات واصناف الاكل اللي بياكلها ويقول لك انا بحسب كالوريز. لو عملت كده فعلا وعرفت تستمر وفي نفس الوقت بتحسب بدقه، انت كده كده هتخس، بس هتكون فوتت حاجه مهمه جدا: الجوع. انت كده ما عملتش حساب الجوع خالص في الدايت بتاعك، وده هيخلي الدايت بتاعك اصعب بدون اي داعي. لان الاكل الجانك فود مشكلته الاساسيه هو ان كميه صغيره قوي منه بتديك كالوريز كتير قوي، فهتلاقي نفسك عامه بتاكل قليل قوي ككميات لو الاكل بتاعك اغلبه جاي من جانك فود. فالاصح انك هتحسب كالوريز وتحسب البروتين وتخلي من 70 ل 80% من الكالوريز بتاعتك داخلالك من اكل صحي، او الاكل اللي بنقول عليه صحي. يعني انا قصدي الاكل الطبيعي اللي هو كميه كبيره منه بتكون سعراتها قليله لانه غني بالبروتين والالياف والفيتامينات وغيرها. فهتلاقي نفسك سايب 20 او 30% من الكالوريز بتاعت يومك جايين لك من الاكل التاني اللي انت ممكن تكون بتحبه، وبكده تكون وصلت للاعتدال اللي مخليك عامل دايت ومش جعان ومش حارم نفسك في نفس الوقت. سعدت جدا بمتابعتكم، واتمنى يكون في حد استفاد، واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد.